شو تسوي اذا حصلت انفراد بس انت والحارس مال خصمك؟ وشنو التصرف الصحيح اللي لازم نسويه؟ اذا سددت تسديده عاديه راح يصدها، واذا سددت تسديده R2 هم راح يصدها. بس اذا سويت اللي راح نتعلمه بهذا الفيديو ما راح تضيع بعد اي انفراد تحصله، وكل ما تنفرد تقول. طبعا راح نكمل بسلسلتنا الجديده اللي هي شروحات من الصفر للمبتدئين والمحترفين، ونخليهم ما يخسرون اي جيم. بس قبل ما نبدي، هذا الفائز بذاك الفيديو وبالعافيه عليه. ومثل ما تعرفون نزل اقوى باكج وسط، وكلكم ما عندكم وسط قوي، فاحنا راح نفوز 3 منكم ب1000 كوينز. كل اللي عليك توقف لصوره ميسي وتدزق لي بالرابط اللي بالبايو، اضغط على الرابط دوس انضمام، ناقز الصوره وبالعافيه عليك الكوينز. فيلا وياكم كينج، ويلا خلينا نبدي. بالبدايه اول ما تحصل انفراد سدد شلون ما تريد، R2 تسديده قويه كيفك، شلون ما تريد سدد. ومن اللاعب يريد يسدد حتى تسوي حركه التمويه وتقول، بس ارفع الجير لي فوق اول ما يريد اللاعب يسدد، وراح تقولها بكل سهوله. هسه نعيدها مره ثانيه. سددنا شلون ما نريد، وراها من اللاعب يريد يسدد رفعنا الجير لي فوق، جبنا جول مضمون واسطوري 100%.